وقال خلاص قفلت اليوم. اتمنى الحق فطار اول يوم في شهر الصوم، اول يوم في الشهر التالت، فاضل 6 شهور واخيرا يتحقق حلمه. وفي ملامح ابنه يشوف عيون مراته اللي حارب عشانها كتير من الاعداديه، راكب اتوبيس الهيئه ومش بيفكر غير فيها هي. الله يرحمها بتحبها وبتدعي لها، حتى ظروفه مش بريئه ومش غريبه ومش عاديه. فاق من افكاره نزل على اول شارعه، وصل خلاص على المغرب وهدوء بيته وقلقه. لقاها في انتظاره بصاله وبتضحكله، حس الحياه دي ملكه والراحه كانت من بخته. دخل على البرواز صورتها اللي معلقاها جنب صوره خطوبتهم، بصلها وقال وحشاني. لف وبس ايديها وقال لو بس كنت تيجي ليله واحده همسك فيكي عمري ما هسيبك تغيب. رن الجرس فتح الباب، صاحبه قال له مستنيني، رد قاله حتى لو يعني من غيرك باقيلي. خده بالحضن وقال له قعدتك لسه زي ما انت كئيب. دخل وقفل الباب وراه وقال له الاكل مستنيك، الا قول لي ايوه صحيح هي نور لسه بتظهر لك، بتشوفها في كل حته وكانها شبح بيطاردك. بتسمع صوتها في دماغك رافض تصدق حتى انها مش معاك دلوقتي ومكانها في حته احسن. اصحى فوق من وهمك بقى هتعيش خلاص متدمر. اصحى فوق يا مغفى ما كانتش اول حاجه تخسرها، يمكن شايفها بعينك والحقيقه طفى ده وهم. جرب بس مره تروح وتزور قبرها وتشوف لا اسكت ما تكملش، انا عارف نور ماتتش، يمكن تعبانه شويه او مشيت وما رجعتش. اخر كلمه قالتها ليا لما غيب ما تستسلمش، وداع غابت خلاص هو انت ما بتفهمش. صوتهم عالي والزعيق جاب واحد من الجيران، خبط على الباب قلقان ما ده مش وقت للخناق. مالك يا ابني ليه بتزعق ومع مين وقت الفطار؟ قالوا اتفضل يا حاج. دخل وباين على صوته العياط، مع مين يا ابني تتخانق؟ دي شقه فاضيه تما، تليفونك مقفول وفين فطارك يا ابني؟ وتنطق الحقيقه واقف مظلوم، هو ازاي مش شايفكوا؟ طبطب عليه الحاج وقال له يا ابني اتعلم تنسى. يا ابني لو انت مقطوعين من شجره، بس الفرق ان انت مهما عملت رفضت تصدق ده. انا اتولدت كده انما انت مستجد كان ليك ام وبيت صديق وطفل ما اتولدش. هتكبر يا ابني لوحدك ربك مش بينسى حد، لو كان هناك نتيجه من زمان كنت اكتئبت. فاضي من عمرك سنين هتنسى مع الوقت، هتنسى مع الوقت، هتنسى مع الوقت.